السلام عليكم جميعا. معي عزيز الأسمر، يعني غني عن التعريف. عزيز، كيفك؟ أهلا طمني وسهلا، بالبداية. الحمد لله تمام، الحمد لله. الحمد لله. خلفنا مثل ما تلاحظون حاليا الجدارية اللي تتوصل لوال محراب، يعني معروفة بإدلب. حاليا عزيز ومجموعة من الرسامين عم يجهزوا للذكرى ال 12 لسه التوسعية. رسمية عزيز، طمني عن أخبارك بالبداية. الحمد لله أنا بخير. رغم إنه إحنا كنا عم نرسم هاي الجدارية غير العادي السنين السابقة. يعني هلا هاي السنة في غصة كثير كبيرة على طرفنا. إحنا عم نرسم نتيجة الفقد لآلاف الشهداء اللي استشهدوا تحت أنقاض زلزال اللي ضرب شمال سوريا. تمام. طبعا نستذكر بالمرحلة هاي نحن مع افتراض يعني الذكرى ال 12 الثورة السورية. لانقلاب الثورة السورية. بالرغم من ذلك هناك ألم عزيز. أعتقد نترحم على الشهداء الله اللي يرحم قضوا الشهداء في ويعافي الزلزال الجرحى. أكيد، يصبر الناس اللي فقدوا أهاليهم. والشفاء العاجل أيضا لمئات الجرحى حاليا في المشافي. نحن قلوبهم وقلوبنا معهم أكيد. عزيز، شو تحدثنا عن الجدارية اللي بالذكرى ال 12 وبالظروف اللي نمر فيها حاليا؟ احنا رسمنا الجداري هون على المحراب بإدلب اللي هو له رمزية كثير مهمة بهاي المدينة يلي بيجتمع فيها الأحرار من كل المناطق. نحن هاي السنة كانت الرسمة مختلفة حتى بالألوان. الألوان كانت قاتمة أو داكنة، على عكس السنين الماضية كان في ألوان زاهية. لأنه نحن كثير متأثرين نحن عم نرسمها بهذا الوجع يلي فقدنا أهالينا بالزلزال. بس نحن حبينا نورجي الوجه الآخر للمأساة يلي هو الأمل. أكيد نحن على مدار 12 سنة كنا عم نعيش زلزال. بشار الأسد يلي قصف بيوتنا وهجر أهالينا من قراهم، ومع هالشيء 12 سنة من هذا الزلزال وهذا القتل وهذا الاعتقال الحمد لله ما يئسنا. وهون هاي الجدارية اللي كانت نوع من التحدي، نوع من الأمل، ولنبين إنه ونوصل رسالة لكل العالم. هذا العالم يلي خذلنا، هذا العالم يلي نكأ جراحنا، يلي حتى تغازل عن انتشال ضحايانا من تحت أنقاض البيوت حتى قادوا اختناقا. لنقول لهم إنه نحن مستمرين بثورتنا. نحن الرجاء والأمل بالله ما بينقطع عنا، ونحن على يقين تام إنه بإذن الله نحن أصحاب حق، وبإذن الله رح ننتصر بالنهاية. يعني الطريق أو النهج اللي اتبعتوه بالألوان حاليا هو كذلك إكراما للشهداء اللي قضوا فعل الزلزال عزيز. تماما. نحن التحدي عنا مستمر، التحدي بكل مناحي الحياة. التحدي بالعلم، الحمد لله جامعاتنا عم تخرج آلاف الطلاب سنويا. التحدي بالمشافي، الكوادر الطبية عم تقوم بوجه مشرف بمعالجة الجرحى. المعلمين كمان رغم الإمكانيات البسيطة عم يبرزوا التحدي. ونحن كرسامين كمان بنبرز انه تحدينا لكل هاي الدول اللي خذتنا، لنظام الاسد اللي حتى عم يحاول يستغل بشكل وقح وبشكل فاجر مآسي الناس ليتبناها، ليتبنى انه هو عم يعالجها مثل ما صار مع شام مؤخرا. وفي حالات كثير يعني هو بيقتل القتيل وبيشمش ناس. بس قاطعك عزيز، يعني هاي رسالة كذلك الأمر لنظام الأسد إنه أنت نظام مكشوف. ابدا. الشام هي بنت المناطق المحررة، واساسا تماما هي مهجرة بفعل حملاتك العسكرية. تماما. هذا النظام القدر المجرم 100% هي مهجرة من ريف المعرة نتيجة قصف نظام الأسد والنظام الروسي لقريته. فلذلك ونظام الأسد هو نظام الكبتاغون، نظام العهر السياسي، نظام الفجور، نظام الإجرام. لذلك هو مفضوح. يعني حتى لو حاول إنه يستعطف الدول مشان تقدم له مساعدات لأنه هو متهالك، فأكيد هو مفضوح عند كل العالم. تماما. وهي رسالة كذلك أمر يا عزيز من المنبر هذا، المنبر الحر يعني، ومن دوار المحراب، يعني لكل من ساهم في هي المؤامرة على طفل شام. ولو مو موضوعنا، لكن الشيء بالشيء يذكر. تماما. طفل شام بنت المناطق المحررة، ونظام الأسد عصابة مجرمة، وأسماء الأسد زوجة صحيح. أو شريكة بإجرام تماما. يعني الأسد. حتى صار مع شام اللي كانت من فترة كانت هي نابغة باللغة العربية، وهي اللي فازت بجائزة مهمة.
هو يحاول يتبنى هذا الانجاز، مع انه هو عنده انجاز قذر انه هو قتل والده لهشام، وعمل مع هشام نفس الشيء اللي مصاب بالهرس، انه هو يتبنى علاجه، مع انه هو اللي هجر من قريته اصلا ومن بلده. تمام. وهي صارت مؤامرة أكيد، وألف خط أحمر تحت الجهة اللي طلعت شام من تركيا باتجاه الإمارات تماما، لأنه وهذا الأمر ما راح نعيفه أكيد. نحن متابعين الأمر. نضال الأسد مجرم. رسالتك الأخيرة عزيز. نحن بنقول بعد 12 سنة، بعد 15 سنة، بعد نحن لو أصبنا بالتعب، لو أصبنا بالإنهاك، بس إلا إنه نحن ما بنستسلم ولا بننكسر. إرادتنا قوية وأملنا بالله كثير كبير. طبعا عزيز للتذكير، يعني خلفنا الجدارية حاليا يعني نحن تماما، نحن كنوع من التشويق انه يعني حطيناها سكرناها لانه حتى نزيل الستار بس تخلص الجدارية، مشان ما يتساءلوا الناس. هو عنصر المفاجئ مثل ما خبرنا عزيز، وورشة الرسامين اللي عم يتابعوا العمل. اتمنى لك التوفيق عزيز. نترحم من جديد على ارواح الشهداء اللي قضوا في الزلزال ايضا، وارواح شهداء الثوره السوريه جميعا. الامل باقي بالانتصار على هاي العصابه المجرمه. صحيح. تماما عزيز، شكرا لك. شكرا جزيلا. واخذ من وقتك. ان شاء الله نشوف الجداريه هاي بكره ان شاء الله. هو موقفني هلا على بلوكي لصاير طوله. والله هو عزيز هو حد يحكيها طبعا. هو على طول رغم الجراح نحن الضحكه موجوده، الابتسامه موجوده، اكراما للاطفال كذلك. الامر اللي لازم يفرحوا رغم كل المآسي. عزيز واقف حاليا على البلوك لحتى يصير طوله. الله يعطيك الصحه دائما، وشكرا لك ولجميع اللي عم ينجز اللوحه الجداريه. شكرا عزيز. السلام عليكم.